تفضل. شكرا كثير. يعني بصراحة الموضوع قيم والأوراق أيضا كانت على سوية جيدة. ما في أسئلة، بس في يعني مجموعة تعليقات صغيرة رح أحاول كثفها. في 2012 كتبت كان شيء يشبه دق ناقوس الخطر. يعني كتبت مقالين في صحيفة الحياة. الأول مخاطر أخونة الثورة ب 2012. فيما بعد ألحقته بمقال آخر لئلا ننظر للثورة السورية بعين الدوغما، رفع القداسة والدوغما عن الحراك الثوري، وكل من انتقد أداء الجناح السياسي والعسكري في المعارضة السورية وكأنه مع النظام وضد الثورة من هذا القبيل. ما نشهده الآن والمآلات الموجودة بتقديري هي نتائج لتلك المقدمات. في سنة تعقيب على ما تفضلت به الدكتورة، أنه الإخوان وحالة المظلومية أو فهم الملتبس أو الفهم المغلوط للإخوان خاضع لتأويلك الشخصي، يعني مش لا يستند على معطى. ما بعرف إذا اطلعنا على الورقة كاملة لربما يعني عدم إدانة داعش من قبل الإخوان على أساس أنه الإخوان وسطيين ومعتدلين ويريدون جر الحركات المتطرفة للاعتدال. أعتقد أنه هذا خاضع لتأويلك الشخصي، لا يستند، بدليل أنه الإخوان الآن يعني هم الذين انجروا نحو التشدد عبر جناح شقفة ومواقف أخرى. يعني فيما يتعلق بموضوع السحر المعارضة في الحركات اليسارية وفي الحركات الإسلامية، دائما المعارضة لها سحر تعتمد على المظلومية وعلى الشعارات وعلى كذا. هذا السحر سقط عن التيارات اليسارية في التجربة الاشتراكية والتجربة الشيوعية وكذا، وهذا السحر سقط عن التيارات الإسلامية أيضا في أنظمة الحكم والإدارة. الأخوان منذ نهاية العشرينات لم يصلوا إلى السلطة إلا في 2012 بعد الثورة المصرية. النظام التركي شوي مختلف، له وضع آخر. الإسلام السياسي في النسخة أو الطبعة الشيعية الخمينية أيضا يعني وصل إلى طرق مسدود، وبالتالي سحر المعارضة السلطة أسقطته أو أزالته عن التيارات الإسلامية. الآن نحن أمام خيارات أخرى. ما بعرف بقى الجيل الجديد شكرا شو شكرا على المداخلة. شكرا.